لو انتوا عايزين تغيروا حياتكم للأفضل 180 درجة اتفرجوا على الفيديو ده، لأن في حلقة النهاردة أنا هقول لكم على الخطة السحرية اللي غيرت حياتي وحياة ناس كتير للأفضل. الخطة اللي لو مشيتوا عليها حياتكم هتتشقلب حرفيا. الخطة اللي لو مشيتوا عليها علاقتكم بربنا هتتحسن، شكلكم هيتحسن، صحتكم هتتحسن، وكمان هتتفوقوا دراسيا وهتنجحوا في كل المجالات. فلو انتوا عايزين تعرفوا الخطة دي اتفرجوا على الفيديو للآخر، لأن كل جزء في الحلقة مهم جدا جدا ومليان بمعلومات مفيدة عشان الخطة تنجح. ولكن لو دي أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. احنا خلاص داخلين على ال1000 مشترك، فعايزين نكملهم في أقرب وقت، وده مش هيتحقق غير بدعمكم. ودلوقتي يلا نبدأ الفيديو. دلوقتي هقول لكم على تفاصيل خطة ال60 يوم اللي لو مشيتوا عليها حياتكم فعلا هتتغير 360 درجة. أول حاجة هنكتب كده، نجيب أي ورق عندنا ونكتب فوق كده خطة ال60 يوم. وبعد كده هنجيب بقى أي قلم عندنا عشان نخطط ونعمل كده حاجات حلوة في الكراسة، عشان تبقى شكلها حلو يفتح النفس كده كل ما نبص عليها. ودلوقتي هنبدأ نكتب الجوانب اللي احنا عايزين نحسن من نفسنا فيها. يعني مثلا لو عايزين نحسن من علاقتنا بربنا هنكتب الجانب الديني، لو عايزين نحسن من علاقتنا باصحابنا واهلنا هنكتب العائلة والاصدقاء، لو مثلا عايزين نتفوق دراسيا ونبقى الاوائل هنكتب الدراسة، وهكذا. انا كتبت معاكم هنا كل الجوانب عشان اديكم كده فكرة عامة ازاي تقدروا تعملوا الخطة دي بطريقة صحيحة. بعد كده قدام كل جانب من دول هنطلع سهم كده بأي لون عندنا، ونكتب قدام السهم ده الأهداف اللي احنا عايزين نحققها في الجانب ده خلال الشهرين دول. طبعا تقدروا تكتبوا اكتر من هدف، اكتبوا الاهداف اللي انتوا عايزينها، بس اهم حاجة وانتوا بتحطوا الاهداف دي خلوها تكون اهداف واقعية منطقية تقدروا تنفذوها في 60 يوم بس. يعني مثلا ما تحطوش انكم تبقوا ملتزمين دينيا جدا وانتوا اصلا مش بتصلوا ولا بتعملوا اي حاجة. فيعني حطوا اهداف واقعية تقدروا تنفذوها خلال الفترة الصغيرة دي، عشان لو ما نفذتوهاش انتوا كده مش هتتحفزوا. يعني انا عن نفسي بفضل اني احط هدفين او 3 بالكتير قوي عشان اقدر اركز عليهم، لاني لو حطيت اهداف اكتر من كده انا مش هعرف احققهم. يعني مثلا تخيل كده لو حطيت 100 هدف بس ال100 هدف دول انت محققتش منهم حاجة، يبقوا زي ما هم على الورق، يبقى انت كده منجحتش. النجاح الحقيقي للخطة دي انك تحقق الاهداف حتى لو كانت اهداف صغيرة او بسيطة. واهم حاجة عشان الخطة دي تنجح هي الانضباط. لازم تكون انت من جواك منضبط، من جواك عايز انك تغير حياتك، من جواك عايز انك تنجح. بالطريقة دي الخطة هتنجح. وانا عايزاكم وانتوا بتحطوا الاهداف دي ما تستقلوش بالاهداف اللي انتوا بتحطوها. يعني ما تقولوش يا ده هدف صغير جدا مش هيفرق في حاجة، يعني ما تستقلوش بيها، لانه كل الاشياء العظيمة بتبدأ صغيرة، كل حاجة كبيرة بتبدأ صغيرة وبعد كده بتكبر خطوة بخطوة. ما تستقلش بالاهداف اللي انت بتحطها. دلوقتي بقى انا هبتدي اشرح لكم اكتر عن خطة ال60 يوم دي عشان الناس لسه ما فهمتش مثلا، او اوضح لكم اكتر. هنا مثلا انا كاتبه هنا الجانب الديني. انا بقى هشوف انا حاطه هدفين لنفسي اني انتظم في الصلاة، فعشان كده انا هبتدي انتظم في الصلاة زي ما انتوا شايفين. وحاطه الهدف التاني اني اراجع 10 اجزاء من القرآن فخلال ال60 يوم دول، فانا هبتدي اراجع 10 اجزاء من القرآن. انتوا طبعا تقدروا تحطوا اهداف تانية لو انتوا مثلا منتظمين في الصلاة، حطوا اهداف تانية غير الانتظام في الصلاة. وهنا كاتبه الدراسه اني المفروض اطلع الاولى. طيب انا ازاي هطلع الاولى؟ يعني انتوا المفروض تسالوا نفسكم عند كل هدف انتوا عايزين تحققوه ازاي اقدر احقق الهدف ده، وتلاقوا اجابه للسؤال ده وتمشوا عليه. يعني عشان اطلع الاولى انا محتاجه اذاكر كم مره في الاسبوع، كم مره في الشهر، وهكذا. وابتدوا بقى تمشوا على الطريقه اللي هي دي ازاي اقدر اوصل للهدف ده. حطوا السؤال ده واكتبوا اجاباته في مخكم كده وامشوا على الاجابات دي عشان توصلوا لهدفكم. وعلى فكره انا عملت لكم فيديو قبل كده عن ازاي تقدروا تطلعوا الاوائل على مدرستكم، سيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت تقدروا تتفرجوا عليه، هيفيدكم جدا. طيب هنا دلوقتي انا كمان كنت كاتبه في العمل اني عايزه اوصل ل1000 مشترك. طب ده هتحقق ازاي؟ اول ما انا انزل فيديوهات اكتر، وطبعا اول ما انتوا تشتركوا في القناه، فاشتركوا دلوقتي في القناه عشان نوصل 1000 مشترك في اقرب فرصه ممكنه. وكاتبه هنا في الصحه اني المفروض العب رياضه، فانا هبتدي العب رياضه ازاي؟ اتفرج على حد على يوتيوب بيلعب تمارين في البيت، او اروح الجيم. فانتوا اعملوا بلان لنفسكم كده، بلان صغيره ازاي تحققوا كل هدف لوحده. بس البلان دي ما تحطوهاش على ورق، حطوها في مخكم وامشوا عليها. عشان تبقى صحتي كويسه لازم اكل اكل هيلثي، فابتدي ادور على يوتيوب على الوصفات للاكل الهيلثي عشان ابتدي اتعلمها واعملها لنفسي. لازم اخد الفيتامينز بتوعي، فاروح عند الدكتور ويكتب لي الفيتامينز واعمل تحاليل عشان اعرف ايه هي الحاجات اللي ناقصه جسمي واجيبها.
طيب انا كاتبه هنا في جانب الجمال اني المفروض اعمل جلو اب. طيب هاو تو جلو اب، ازاي اقدر اعمل جلو اب؟ اول حاجه هعمل سكين كير روتين لبشرتي، وهعمل هير كير روتين لبشرتي، هستخدم غسول، هجيب كريم مش عارفه ايه، وابتدي اكتب النواقص واحوش عشان اجيب النواقص، او مثلا اجيبها اشتريها، وهكذا. يعني انتوا المفروض تعملوا بلان في مخكم ازاي تقدروا تحققوا كل هدف من الاهداف اللي انتوا كاتبينها ده، دي عشان تبقى واقعيه. طبعا زي ما انتوا شايفين هنا في جانب تطوير النفس، انا كاتبه ان المفروض اكمل تعلم الاسباني اللي انا بدات اتعلمه في الاجازه، واللي انا ابني شخصيه قويه. فطب هكمل بقى تعليم الاسباني ازاي؟ هكمل انزل كورسات اسمعها، اروح ما اشوف اتواصل مع مستر الماده اونلاين اخدها معاه مثلا، او اروح اخد كورس في اي مكان في المحافظه بتاعتي، وهكذا. يعني انتوا تلاقوا حلول لانكم ازاي تقدروا توصلوا لاهدافكم. ولو عايزه يعني ابني شخصيه قويه، هتيجي من ان انا اثقف نفسي، فهبتدي اقرا بقى عشان يبقى عندي معلومات كتير واوسع مداركي، وهكذا. يعني انتوا زي ما انا قلت لكم، حاولوا تلاقوا طرق قصيره توصلوا بيها لاهدافكم دي. وطبعا اهم حاجة النية، يعني انتوا لازم تكونوا وانتوا بتعملوا الخطة دي ان انتوا نيتكم خير، نيتكم ان انتوا عايزين تغيروا من نفسكم للأحسن، وانكم بتطلبوا الدعم من ربنا انه يساعدكم انكم تتغيروا للأفضل، وتكونوا افضل نسخة من نفسكم. ساعتها والله الخطة هتنجح 100%. بس اهم حاجة تتوكلوا على ربنا وتخلوا نيتكم خير، وساعتها الخطة هتنجح. واهم حاجة السعي، لان الدعاء هتدعوا تمام، بس لازم نسعى عشان الاهداف بتاعتنا تتحقق، لان الاهداف مش هتتحقق بالدعاء. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. وان شاء الله هرجع لكم بعد شهرين اعمل لكم فيديو اقول لكم انا حققت ايه من الخطه دي. وانا كمان عايزاكم تمشوا على الخطه دي وترجعوا لي بعد شهرين وتقولوا لي حققتوا ايه من اهدافكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو دي اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. واشوفكم في فيديو جديد. باي.